السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض الكرواسون هش ومورق، طريقه بسيطه وسهله وناجحه ان شاء الله، وهنشوف مع بعض سر التوريق. هنبدا بسم الله. معايا هنا معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره خل، هنضيف لهم بيضه، كوبايتين حليب دافي، تلت كوبايه زيت، رشه فانيليا. هنخلط المكونات مع بعض ونقلبهم شويه، وهنغطيهم 10 دقايق بس عشان الخميره تشتغل معانا. وكده الخميره اشتغلت وبقت جاهزه معانا. هنضيف للخليط ده 5 كوبايات دقيق متعدد الاستعمالات، مضاف ليهم معلقه صغيره ملح، ولو ما عندكيش حليب سائل ده بدايل، ما عندكيش حليب سائل ممكن نستخدم حليب بودره، والزيت ممكن نستبدله بزبده. هنخلط المكونات كويس وبعدين نعجنهم بايدينا شويه لحد ما العجينه تبقى طريه ومتماسكه معانا. هندهن الطبق بالزيت وبعدين نحطها فيه ونغطيها لمده ساعه كده في مكان دافي لحد ما ترتاح وتختمر معانا. وكده العجينه بقت جاهزه معانا نشتغل بيها. بعد ما خمرت وارتاحت هنرش دقيق وبعدين نفرد العجينه عليه. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنفرد العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيكون عندنا 250 جرام زبده نباتيه هنكون مطلعينها من التلاجة، هنبشرها على نص العجينه. هنجهز 3 معالق نشا ومعلقه صغيره بيكنج باودر ونقلبهم كويس. دول هنرشهم على وش الزبده، وده سر التوريقه اللي بيخلي الطبقات بتاعتها مرة. بعد كده هنطبق النص الساده على النص اللي عليه الزبده، وهنقفل الاطراف كويس زي ما انتوا شايفين كده. هنرش على وشها دقيق ونرجع نفردها تاني، وبعدين هنلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هنفردها حاجة بسيطة وبعدين نقسمها من النص نصين وعلى طبق، وهنغطيها بكيس ندخلها التلاجة نص ساعة. بعدين نجيب النص الاول اللي احنا حطيناه في التلاجة اول حاجة، وهنرش دقيق وهنفرده لحد ما يبقى طبقة رقيقة خالص. بعدين نزيل الاطراف وهنسويها، وبعد كده هنقطعها مثلثات بالطول. وهنعمل في نص كل مثلث فتحة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هنجهز الحشو. انا هنا هحشي النص ده جبنة مثلثات مقطعة بالطول بالشكل ده. هنضيف الحشوات كده على كل نص مثلث، بعدين نقفل عليها من الطرف ونلفها رول لحد نهاية المثلث، وهنشد الطرف اللي هو الرفيع بتاعه اللي في نهايته شوية واحنا بنلف. ودي اول واحدة عملناها، وهنلف باقي المثلثات لحد ما نخلص الخليط كله للنهاية بنفس الشكل ده زي ما انتوا شايفين.
الصينيه دي مش مدهونه اي حاجه، هنرص فيها الكرواسون ونغطيه نص ساعه بس. النص التاني انا جبته من التلاجة بعد ما قعد نص ساعه. رشه دقيق وهنحط العجينه عليها ورشه عليها من فوق وهنفردها كويس. انا هنا فردتها لحد ما بقت طبقه رقيقه. نسوي الاطراف بتاعتها ونقطعها مثلثات نفس الحكايه زي النص التاني. هنعمل في نص المثلث فتحه صغيره وهنضيف الحشوه بتاعتنا. انا هنا حشيت النص ده نوتيلا. هنلفها بالراحه خالص زي ما انتوا شايفين لحد ما تخلص العجينه كلها، وهنغطيها نص ساعه ونسيبها تختمر. هنجهز الخليط اللي هندهن بيه وش الكرواسون. صفار بيضه، معلقتين كبار لبن، معلقه كبيره خل. هنقلبهم كويس وهندهن وش العجينه بيها. في الوقت ده نكون مسخنين الفرن على درجه حراره 190. هندخلها الفرن، هتقعد لها تقريبا من 15 ل 20 دقيقه، وهنخرجها نغطيها بس 10 دقايق. دي كده حشوه الجبنه، بسم الله ما شاء الله، مورقه وخفيفه جدا وطريه. ودي حشوه النوتيلا معانا كده بقت جاهزه معانا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله، وبألف هنا وعافيه يا رب.